روان كانت بتقول ان هي عايزه تروح مرسى علم. روان مين يا عم؟ فدينا في مرسى علم، عايزين نشوف بقى مرسى علم حلوه ولا لا. بقول لك ايه، هي اصلا لو كانت عايزه تكسب مرسى علم هي ما جاتش ليه؟ كانت طلعت مرسى علم، هي راحت راس محمد. عشان تعرف ان هي مش مقتنعه باللي هي بتقوله. صح، انا مقتنع بقى بمرسى علم، وهثبت لكم ليه مرسى علم احلى من اي مكان تاني. ليه بقى؟ كلتشر. لا يا معلم. كلتشر ايه؟ طب ثانيه والله اقول لك ايوه في كلتشر في مرسى علم. اقول لك على حاجه، في متحف اسمه متحف العبابده، بيحكي تاريخ العبابده. والله بجد انا ما شفتوش قبل كده. يوسف بقى، في واحد اسمه يوسف هنا ده من العبابده، قعد يحكي لي ان في متحف بيحكي كل تاريخ العبابده، وان هم مثلا الجادجت بتاعتهم ايام زمان كانت عامله ازاي. كان زمان مثلا بيستخدموا قلب الخروف يحطوا جواه كحل، وتبقى دي المكحله بتاعت البنات. بجد والله. والله اول مره اسمع الكلام ده. ده هنا انا باجي هنا على طول قبل وادي الجمال. في حته اسمها ايه قبل وادي الجمال؟ حنكراب. لا، حته جوه وادي الجمال. ماشي. المهم يعني المتحف ده ما حدش كتير، ما فيش ناس كتير هتعرفه، هتلاقي ما حدش عارفه اصلا. الحياه البدويه زمان كانت عامله ازاي، وفعلا عندهم حاجات من التاريخ وقتها. طب ثانيه واحده، هو انت اصلا عمال تقول مين العباب ده؟ دي قصه طويله بقى، ممكن سبيرتو يحكيها لنا علشان هي ايه يعني المثقف من قبل ما يخططوا بين مصر والسودان ويحصل تفرقه. لا ما تألفش. ماشي خلاص. لا العباب ده بص عشان بس في ناس كتير فاكره ايه ان المصريين كلهم حاجه واحده. ان انت بس مصري يبقى مصري خلاص. القاهره وبتاع من او محافظات وكده. لا العباب ده يعني قبيله، عرق. كويس. اوكي. زي اللي عندك اللي مثلا في سيوه بتوع الامازيغ، بس احنا مش هنتكلم عنهم دلوقتي. احنا دلوقتي بنتكلم على العباب ده. العباب ده بقى المنطقه دي فيها العباب ده والبشاير. اولا سوري لو في اي معلومه عن العباب ده اتقالت غلط. لا كده انا حافتي برضو يعني ايوه، ما انا بقول عشان انت بدات بقلبي. واثق من نفسي قوي، واثق من نفسي بزياده. فانت عندك العباب ده من اول موجودين من اول القصير لحد جنوب، لحد موجودين في السودان، في شمال السودان برضو. حلو. كانوا قبل كده حاجه واحده. العبابده والبشايره كانوا يعني في مصر والسودان حاجه واحده. ما فيش حاجه اسمها عبابده مصري ولا عبابده. هم عبابده، ما هم قبيله مع بعضيهم، ما فيش بقى جنسيه خلاص جوه. لا عشان احنا بالنسبه لنا في المدينه احنا ما بنفهمش الكلام ده. لان هم هو ده حصل ليه؟ لان هم كانوا حاجه واحده، ما كانش في حدود. فانا ابويا هنا اهو بيته هنا وانا هنا بيته هنا. بعد كده جت حدود ما بين بيتي وبيت ابويا، خلاص بقيت انا سوداني وابويا مصري. ما فيش الكلام ده بقى. بس فده الايه العباب ده، دول الناس اللي عايشين هنا، ده الكالتشر بتاع المكان. ناس عايشه في منطقه وادي الجمال. احنا دلوقتي في منطقه وادي الجمال. في عندك بقى ايه؟ المنجروف بقى. احكي لهم عن المنجروف. هي غابات، مش مجرد شجره واحده كبيره مثلا. ومن يعني الغابات دي او الشجر ده هو ميزته ان هو بيطلع في الميه المالحه، ويعتبر ما فيش غيره في مصر غير في مرسى علم يعتبر. لا انت بتألف يا اسطى. امال في يا اسطى ده في منطقه منجروف كامله في راس محمد عند روان. خلي روان تصورها بقى، شوف روان. وفي نبع. النبع مش محميه نبع. لا في حتت كتير، بس هي ميه مالحه كلها. هي برضو علشان برضو الناس تكون فاهمه. المنجروف اللي هو الشجر اللي قدامنا ده، هو باين في الكاميرا الثانيه هننزلها. الشجر ده يعني سبحان الله، يعني من الحاجات الغريبه. البوص اللي طالع في الارض ده لازم اي شجره منجروف تلاقي حواليها بوص. ليه بقى؟ ليه؟ انا لسه قايل لك المعلومه. انا عارف، انا بسالك. تعمل نفسك مش عارف قدامهم. علشان الشجر ده الروتس بتاعته بتبقى تحت الميه. فلو لو ما فيش الاباقيب دي اللي طالعه اللي هي البوص. شفت توم وجيري؟ لما بيستخبى تحت الميه ويحطوا بوصه عشان يتنفس. ايوه هي بتعمل نفس القصه بالظبط، بتنفس الروتس. والشجر نفسه الورق نفسه بيطرد الميه المالحه على ظهره مش على وشه. فتلاقي الورقه من فوق ناعمه ومن وراها فيها من فوق خضراء ومن تحت بيضاء. بالظبط، عشان تعمل اللي هي عمليه البناء الضوئي والغذاء بتاعها والكلام ده كله. فدي من الحاجات اللي على فكره اللي رهيبه في المكان. يعني الشجره اللي قدامنا دي اقدم واكبر شجره منجروف موجوده في مصر. بالظبط. غير كده الطبيعه بقى بتاعت مرسى علم ان هي دلوقتي بقت احلى من المالديفز. الجمله دي بقى مين قالها لي؟ مين بقى؟ مضيفه بتلف يعتبر العالم. فهي بجد بتقول لي ايه؟ ان هي لما عملت سنوركلينج او نزلت برضو عملت دايفنج وكده، درجه الحراره مع
التغير المناخي والحاجات دي اثرت على درجه حراره البحر هناك. اوكي. فده لما علّى درجه البحر في المالديفز، الكورال ريفز هناك الوانها بقت باهته. اوكي. فبالعكس بقى هنا لسه درجه الحراره ما اثرتش زي هناك. فانت عندك كورال ريفز الوانها اقوى، يعني والحياه البحريه هنا لسه ما اتدهورتش زي هناك يعني. فعشان كده هنا بيقول لك بقت احلى بكتير من يعني مرسى علم بقت احلى بس كتير. برضه المالديفز غنيه برضه يعني، ما تقدرش تقول كده وانت مطمن قوي يعني. ماشي، بس ستيل انت بتتكلم على الطبيعه اللي هي ايه، يعني الطبيعه اللي هي مش ملموسه. انت هناك عندك بنيه تحتيه وعندك فنادق على البحر وعندك. لا مش قصدي يعني، انت شفت الفيديوهات اللي هي بتاعت القروش وبتاع اللي بينزلوا وسطيها والحاجات اللي زي كده. ما احنا هنا في قروش، بس احنا لو شفنا القروش دي مش هننزل وسطيها. هتجري منها مش هتنزل وسطيها. بس احنا هنا نزلنا مع دلافين كتير كذا مره. انت عارف ان احنا الرحله اللي فاتت كان في قروش ايوه، في نفس الحته اللي كان فيها دولفين. على حظي بقى احنا لما رحنا الرحله بتاعتي كان كلها دلافين. انت وحظك بقى. ونزلنا زي الاغبياء يا جماعه. معلش بس يعني انا نفسي افهم، جروب مليان ناس كبار ومهندسين ودكاتره نزلنا لقينا دولفينز. احنا من كتر الحماس بتاعنا بقالنا مثلا تلت ساعه بنجري ورا الدولفينز، يعني بنعوم جري ورا الدولفينز. غباوه مش طبيعيه، لدرجه ان احنا بعدنا عن اليخت وخلاص احنا مفيش نفس يعني. احنا بنطفو فوق المايه بالعافيه. طب انت عارف بقى العوم اللي احنا عمناه ان الدولفين اخطر من الشارك كمتحرش يعني؟ طبعا كيوريوس جدا ومتحرش جدا جدا جدا. وعلى فكره وفي فيديو ما عندوش مشكله ان هو يأذيك لمجرد الاذى. يعني مش زي الشارك في الاخر ايه، بيقطم قطمه ما تعجبوش يتفك. هو بياكل بياكل. لكن ده لا ده بيأذيك وخلاص. نفسيا لا مش نفسيا. كسر عينك يعني. كسر. لا بدنيا بيأذيك بدنيا. بيعورك يعني. بس طب والقصه بقى ان الدولفينز انقذت الناس بتوع التايتانيك مش عارف. لا اي كلام. تايتانيك ايه يا عم؟ ده تايتانيك في حتت فيها ثلج وبتاع، مفيش دولفين اصلا. مفيش دولفينز هناك اساسا يعني. طب والناس اللي غرقت مثلا قبل كده والدولفينز بص هو اكيد في قصص. وان هو انا بالنسبه لي اللي انا شايفه ان احنا انبهار البني ادم بالدولفين انبهار بذكائه، ان هو بيعمل حاجات مش متوقعه من حيوان يعني. بس لو انت تعاملت معاه على هذا الاساس، ما هو من ذكائه هيغش، عارف ان هو ممكن يلعب بيك ويظبطك يعني، فاهم؟ فهو لا اي حيوان وايلد ما تامنلوش. ان شاء الله تكون غزاله، معزه. بقول لك ايه، احنا واحنا ماشيين في سانت كاترين تلاقي مثلا معزه جبلي ولا بتاع، لا يا باشا ما تقربش. هتاخد نطحه. أيوة بص هتظبطك. مفيش بقى اروح اكلها وبتاع والجو ايه. لا ما دي اليفه دي. جو جنينه الحيوانات ده هي مش متعوده تاكل من ايد بني ادمين بالذات. ما دي مش ايوه يا معلم، انت بالنسبه لها خطر. صح. فانت في مسافه معينه هتقرب لها. عشان كده اقول لك حاجه. طب خد مسابقه دي بقى. جنوب افريقيا فيها البيج فايف. ماشي حلو. ايه البيج فايف دول اللي هم ايه؟ الفيل. ماشي. الزرافه. لا. ايه البيج فايف؟ هي عشان طويله يعني. ايه يا معلم؟ ماشي. سيد قشطه. سيد بيه قشطه لو سمحت. سيد بيه قشطه. لا برضه. طب ما ده مش بيج فايف. هو بيج بس مش منتشر هناك. مش في الفايف. طب ايه؟ الفيل، الراينو اللي هو وحيد القرن. وحيد القرن ده يعني. والاسد يا اسطى، انت ايه ما تحترمه شويه. ماشي. والاسد. والليبرد ماشي اللي هو الفهد. اسمه ايه ده، الجاموس الوحشي اللي هو البافلو. منطقي. حلو. اوكي. اكتر حيوان بيقتل بني ادمين البافلو. تخيل يعني. انا عمري ما تخيلت المعلومه دي. وانا هناك لما قالوا لي كده قلت بيشتغلوني. طب ليه بقى؟ عشان الناس فاكرينه اليف. ايوه. قال لك بافلو فبنقرب له بقى، عايزين ناكله وبتاع. يا باشا بص، تاكل مين يا عم؟ انت بتقرب هو بتلفت انتباهه، يبص لك. تقرب اكتر تلفت يرجع هو لورا خطوه. تقرب اكتر يوم ده جاي عليك بقى. هو هيجري. يجري دي بقى. انت كل سنه وانت طيب. شالك انت والعربيه. اتوبيس يا باشا، اتوبيس جري شالك. لا والبافلو فعلا ضخم اصلا. انت شفت بافلو بيضرب اسد قبل كده؟ بينطحوا نطحه يلففوا في الهواء وينزلوا يعني. فانت بتتكلم مفيش حاجه اسمها حيوان اليف يعني. حيوان اليف ده بفيتكم، ده اخرك يعني. في حاجه اسمها حيوان مستأنس. حيوان اليف ده لا مؤاخذه يعني، ده كلام ناس زي اللي احنا عايزين نبدلها مع روان. اسمها ايه ده؟ كلبة روان. خياره. ايوه خياره. لا هي خياره. طلعت معانا هي فين؟ انا عايزها. انا كان نفسي تطلع معانا قوي والله، كانت هتتبسط موت. بس طب انت ايه اللي بيعجبك في مرسى علم عامه؟ والله العظيم اقسم بالله الجو مش منطقي. طب بقول لك ايه، ثانيه واحده، في كاميرا مان معانا. تعال. اوعى توقع الموبايل. تعالى يا اسطى. ايوه.
تعال انت كده هتظهر، تعال خش شويه. عايزها تعال يا باشا. ايه الاخبار؟ انت مين؟ انا عمر محمود الفرغلي. يا اهلا عمر محمود الفرغلي. في كاميرا هنا. عادي عادي، بص هناك بص هناك بص هنا، مش فارقه. كله هنشيله في المونتاج. مش هتطلع يعني. اول مره مرسى علم؟ اول مره مرسى علم. ايه رايك فيها؟ حلوه، هي لذيذه والجو خطير. المكان اللي احنا فيه دلوقتي حلو، بس الاوتيل بصراحه لا مش مهم الاوتيل. احنا لا ده راجل محترم قال لك الاوتيل زهق. زهق صح كده، انت قلت زهق صح كده والله العظيم. ليه بقى زهق؟ ليه بقى؟ عشان تيبيكال اوتيل، يعني انت لو رحت السخنه هتعمل نفس الحاجه اللي عملتها. محترم. احنا رايحين محترم. ليه؟ عشان نشوف الحاجات دي. شاوت اوت يا جماعه، والله شاوت اوت. حبيبي حبيبي. جامد جامد. طب اقول لك ايه، متوقع تشوف ايه في مرسى علم؟ يعني ايه الحاجه اللي انت بالنسبه لك؟ انا اصلا انا طالع عشان اشوفها. غير النهارده متوقع اشوف اسماك كتير. ماشي. وزي البحر بقى ومش عارف ايه. في اليخت بقى يا باشا. واشوف النهارده في البيتش باجيز فيو حلو كده. في الصحراء برضه. فيو الصحراء حلوه. فيو سانسيت كده لذيذ. منطقي. يعني كله طبيعه. انت اصلا بتسافر عشان ايه؟ طبيعه ولا؟ انا في العادي بسافر كده عشان طبيعه اكتر يعني. انت بتحب ده؟ انا بحب الطبيعه جدا. شايف يا ابني الناس المحترمه والله العظيم. الكامبينج والطبيعه والحاجات دي. انا بالنسبه لي بص، مكان زي اللي احنا ماشيين فيه ده، لما اكون بتمشى وبص الاقي تحتيه كابوريا وجمبري بيقرصني وسمك معدي. مش عارف شفت السمك اللي امبارح؟ يا جماعه شفنا امبارح. لا ده في سمكه امبارح انت كنتش معانا. هي مش خنزيره شتيمه، هي خنزيره. لا ده نوع. هي بجد كبيره قد كده وصفرة فخضر وعلى الشط يعني. يا باشا دي كانت هي اللي بتيجي علينا. وبعدين بقى اللي هو ايه، ولا انت جاي هنا ليه؟ والله كانت بتبلطج علينا يعني بجد. انا لوهله كده اللي هو ايه. والله كنا بنبعد عنها وهي جايه لنا. لا انا كنتش موجود ساعتها. ده قدام الاوتيل ده حاجه اللي هو كده كاجوال جدا يعني. بجد والله. في فندق هنا تاني اسمه ايه؟ شمس علم؟ لا على فكره المتحف اللي بقول لك عليه عند شمس علم. مواد الجنين. اسمه ايه؟ في فندق اسمه ايه؟ مش مهم يعني اسم الفندق. المهم ان في الفندق ده اصلا كنا رايحين نرجع حاجه السنوركلينج وكده. على الشط بتاع الفندق كان في دلافين. نزلنا عمنا مع الدلافين اصلا واحنا بنرجع الحاجه. كان اليوم ده احنا اخر يوم لينا. تعرف اللي انا بقى عمري ما شفت دلافين. ممكن انت ورزقك اليخت بقى ان شاء الله. بجد دي بتبقى سلكان نيه مش اكتر يعني سلك النيه هتيجي على طول. اليوم ده كنا احنا رايحين نرجع حاجه السنوركلينج واخر يوم لينا في الفندق وماشيين نعمل تشيك اوت. فاحنا بنرجع الحاجه الراجل قال لنا انتوا بتعملوا ايه؟ ده في دولفين على البحر وبتاع. خدوا الحاجه بسرعه وروحوا عوموا. فقلنا له طب ليه يعني؟ قال لنا عشان انتوا اسرع مننا، احنا لسه نجيب حاجه الدايفنج ونروح. طب انت عارف بقى، سيبك من الدلافين، عارف ايه الحاجه اللي هنا اللي مش موجوده في حته ثانيه؟ ايه مش موجوده في حته ثانيه خالص؟ ايه الدوجونج. ايه الدوجونج ده؟ الدوجونج ده حيوان بحري شبه كده فيل البحر. عارف اللي هو الجاموسه التخين قوي ده وليه زلومه كده. ايوه وبيمشي على الشط تحت وبتاع. هنحط لكم صوره فيه علشان تشوفوه. خلاص. ده مش موجود غير في مرسى علم. وده بص هيبه بقى، اتوبيس ماشي تحت. ده هيبه يعني الدولفين ممكن تشوفه في حته ثانيه، لكن ده نباتي صح؟ مش موجود. نباتي. الحمد لله. الحمد لله انه نباتي. لا بجد هو شكله صعب قوي يعني. طب اسالك سؤال. شفت شط زي اللي ورانا ده، شط مهجور ما فيهوش حد، تنزل ولا لا؟ انزل بس يعني وانا متاهب. ماشي. او يعني هنزل وانا فعلا ايه خلاص يعني عامل حسابي ان انا هقابل اي حاجه بقى. ماشي. وانت؟ انا انزل لو معايا ناس. ايوه يعني الحقوني. لو احنا جروب هنزل عادي، بس اكيد هيبقى معايا بقى جزمه البحر ونضاره احتياطات بقى ومسدس ومش عارف ايه اللي عايش جوه بقى. مش هننزل على الله. لا انا هنزل على الله، بس ممكن ما اطلعش عادي. ما احنا في فيديو فاكر لما انت بعد ما جينا من مرسى علم. كانت مرسى علم ولا الغردقه؟ المهم يعني لما انت طلعت من الفيديوهات بقى بعد ما جينا وقعدنا وبتاع، قلت لي كان في سمكه بين الشعب انت عمت حواليها مرتين، لو كانت خدتك. يعني انا اصلا عمت وتصورت حواليها وانا ما اعرفش. انا شفتها في الكاميرا ورجعنا وهو بيطلع الفوتج بقى بتاعه الرحله، قال لي يا ابني انت السمكه دي لفيت حواليها مرتين، كان ايد ودي مستخبيه جنب الشعب. لو كانت وده بيهاجم. لو كانت كلتني يعني بجد كانت كلتني. في العادي نو ريسك نو فن. ما هو بقى ما انا ما كنتش عارف ان ده ريسك يعني، فاهم؟ انا في مرحله ابعد بكتير يعني. طب احنا ممكن نعمل للناس برضو علشان يكونوا عارفين ايه الريسك اللي ممكن يقابلوه، ونعمل لهم حلقه على كده. ممكن ايه الحاجه اللي ممكن تقابلها وتبعد عن ايه وتقرب لايه وتعمل ايه، وايه السيفتي انستراكشنز. ايوه بس انا بقى ما بحبش الحاجات اللي هو لو في قرش طلع لك اعمل له كده. لا يا معلم هتعمل له كده هياكل الدراع واحطه. لا بص اصل في انا اشيل ده والفه وارميه وبتاع. ده على فكره دي بتبقى بوستات للشهره يعني. بس ده مش حقيقي. مفيش حاجه اسمها تحط له دراع
تبلعك مش وتشد. فاهم مش يعني. عارف مكانها. يا باشا لو في قرش حامل على روحي وهيجي ياكلني بس خلاص لو خلصنا. في قرش هتشاهد انجوي. يعني. هو اي حاجه المفروض تحصل يا جماعه. لو في قرش اشهد ان لا اله الا الله، ياكل صباعي كمان بعمل لا كده. انت السيفتي بقى فين؟ مش دلوقتي، مش لما تشوف القرش، قبل ما تشوف القرش. يعني ازاي تكون مجهز ازاي نفسك تتجنب القرش. ان انت لما يظهر لك تبعد عنه، فاهم حاجه؟ دي حاجه خليها حلقه بقى اللي هو ما تعومش تعمل خليها حلقه تانيه عشان ما نخلصش الباقه بتاعت الناس. صح كده؟ صح. انبسطنا بوجودك والله حبيبي ولا مش عارف اسلم عشان الكاميرا. حبيبي سلم على بنات. انا هسلم. قولوا لنا يا جماعه انتوا تعليقاتكم في الكومنتس تحت، وقولوا لنا بتحبوا مرسى علم ولا لا، او ايه اللي بتحبوه في مرسى علم، وحابين نتكلم على ايه الفتره اللي جايه. اديوس اميجوس. هتقول ايه؟ لايك، شير، فولو، سبسكرايب. شغال فولو شغال. ما نعمل كده عشان دي نهايه لا ليلى مش موجوده، ليلى بس اللي بتعمل. ما دي علشان ليلى لما تاخد الفوت. نسقف لها. طب يلا. لا 1 2 اوب. تفتكر الريكورد ده اصلا كمل؟ استنى بقى.